بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح، ليضرب المنتخب المغربي موعداً في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني في مباراة ستكون حماسية بكل المقاييس. فقد دخل على الخط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أدل بتصريحات في مؤتمر صحفي قال فيها إنه شاهد بعض أجزاء هذه المباراة وتفاجأ بقوة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، وأنه معجب حقا بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي في هذه البطولة منذ بدايتها، حيث حققوا فوزا مثيرا على المنتخب الإسباني بطل أوروبا، كما حققوا الفوز أيضا على المنتخب البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. وأضاف بوتين المنتخب المغربي ومنعه من الوصول إلى المباراة النهائية، لأنهم يعلمون جيدا أن المنتخب المغربي كان قادرا على الفوز بكأس العالم، فكيف يسمحون لبلد عربي ومسلم أن يفوز بكأس العالم مع المنتخب المغربي في هذه البطولة؟ وتابع بوتين حديثه قائلا: لقد تحدثت مع الرئيس الأرجنتيني وقلت له إن الدور سيأتي عليكم في المباراة القادمة، فماذا ستفعلون أمام هذا المنتخب المغربي الذي فاز على إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة؟ أنا متأكد أنكم ستخسرون هذه المرة. فأجابه الرئيس الأرجنتيني قائلا: نحن أبطال العالم وسنهزم المنتخب المغربي. فقال له بوتين: أتذكر ذلك، لكنكم حققتم الفوز على فرنسا بفضل الحكم المكسيكي، وأعتقد أنكم شاركونا بآرائكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديدنا.